السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم جميل في مطبخ وفنون. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الاقتراح نتاع الكوتي للضيوف. فضيوفي الاعزاء قدمت لهم المسمن، وقدمت لهم الجاتو العادي اللي كيكون بالبيض والسكر، كيجي رائع ولذيذ. كيكه صغيره على شكل فردي بالشوكولاته، طرطولات بالخضر كتجي روعه. هي اليوم ان شاء الله اللي غادي نقدمها لكم كوصفة، ومن بعد ان شاء الله نقدم لكم الوصفات الاخرى في يوم اخر. فقدمت لهم البيتزا على شكل فردي، وقدمت كذلك عصير ديال الحامض اللي انا كنت من قبل نزلت له الفيديو، فان شاء الله غادي نخلي لكم الرابط. وكالعاده الشاي المغربي اللي ما يخطاش كل مائده. ان شاء الله نشوفوا. نحتاج واحد الفلفله خضراء مقطعه، فلفله حمراء حتى هي مقطعه رقيقه، واحد البصله متوسطه مقطعه ولا مشلضه رقيقه. كذلك غادي نحتاج واحد النصف ديال القرعه اي الكوسه مقطعه رقيقه حتى هي، ما نكتروش بزاف. وغادي نحتاجوا الابزار، الفلفل الاسود، الاعشاب المنسمه والملح. الخليط نتاع لاكيش يعني لاباري دو كيش غادي نحتاجو جوج بيضات، 150 مليلتر من الكريمه السائله، والملح والابزار. على بركه الله نبداو. غادي نسخنوا الزيت في المقله، غادي نضيف عليها البصله. الى لاحظتوا انني ما كثرش الزيت لانه مازال تابعنا الكريمه العجين مورق فيه بزاف الزبده، فانا فضلت غادي نضيف شويه ديال الماء بدل ما نزيد الزيت، ونخليها يعني تشحر مزيان وتنزل وتحمر. فهنا كما تشوفوا من بعد ما نزلت البصله وتحمرت غادي نزيد عليهم كاع الخضر اللي منها الفلفل الخضر الاحمر، ونضيف الملح، ونزيد الابزار يعني الاعشاب المنسمه اللي غادي تكون فيها شويه ديال الازير، شويه ديال الزعتر، شويه ديال لوريغون والمرجولين. فنخلط الكل، وبطبيعه الحال الا بغيت ما نزيدش الزيت كما قلت لكم، هنايا فضلت انني نزيد شويه ديال الماء. غادي نخلي هاد الخضره طيب فوق النار مزيان. نعم، بعد ما نزلت الخضره يعني طابت واحد شويه، ما نطيبوهاش بزاف لانه مازال تابعها طياب في الفرن. غادي نديروها في واحد الاناء ولا في واحد البول ولا واحد الصلاديه ونخليوها تبرد. فهنا كما تلاحظوا راني سرحت العجين المورق لانه غادي نحتاجوا العجين المورق. فنخليوه على السمك ديالو يعني واحد 4 مليمتر. ناخذ واحد القطعه اللي هي تناسب يعني هاد المول كما كتشوفوا فردي، يعني نتوما غادي تخدموا اي مول مناسب عندكم يكون على شكل فردي. فنبدا نقطع ونلبس هذاك المول. بالنسبه للعجين المورق ان شاء الله غادي نخلي لكم الرابط في الصندوق ديال الوصف، اللي كنت انا من قبل درت لها فيديو. فدائما كنخليها في المجمد ونجبدها فاش نحتاجها. فاش نكملوا الكل ما نساوش ندخلوا المول في الثلاجه باش هكا يبرد مزيان، ومن يكون يطيب يتنفخ بلا ما وجدنا الخليط. واحد المعلومه الى سمحتوا لي، فالعجين اللي بقى معنا ما نكوروش، خاصنا نديروا قطعه ديال العجين وحده فوق الاخرى هكا باش ما يضيعناش هذيك التوراق. نبداو نخلطوا هذوك جوج بيضات مع 150 مليلتر من الكريمه السائله، نزيدوا لها شويه ديال الملح ونزيدوا لها شويه ديال الابصار، ونخلطوا الكل ونخليوه على جنب. فمن بعد ما خرجنا القالب هذاك المول، غادي ان شاء الله ناخذ واحد الشوكه، واحد الفرشيط باش نبداو نتكيو فيها ونديروا لها التقابي في العجين باش ان شاء الله ما تنفخش في الطياب بزاف. غادي نبداو نعمروا الورقه. فغادي ناخذ واحد شويه من الخضره اللي كنا وجدناها، وغادي نبداو نديروا واحد النسبه قليله، ما نكثروش بزاف لانه هاد ليمول يعني هاد القوالب ما غارقينش بزاف. غادي نبداو نصبوا ونكبوا شويه من الخليط نتاع الكريمه. فنديروا غير واحد شويه، واحد المعلقه كبيره ما عامراش.
من بعد ناخدو الفرماج المحكوك ونضيفوه. بالنسبة للفرماج فهو اختياري، تقدروا تستغناو عليه الا بغيتو. سخنت الفرن على درجة 230، ندخل القوالب نخليهم واحد المدة نتاع 15 دقيقة حتى ل 20 دقيقة. ومن بعد ما نخرجوهم من الفرن كما تلاحظوا جاو محمرين. بالنسبه للكميه ديال الخضره اللي درناها كتعطينا 30 حبه بهذا الشكل، فكيجيو رائعين ويجيو لذاذ بزاف. صدقوني جربوهم ان شاء الله وغادي تشوفوا. فهاد الخضره كتجي زوين مع العجين المورق. نتمنى انني توفقت في الوصفه. ما تنساوش تخليو لي التعليقات، وما تنساوش تضغطوا على الجرس بالنسبه اللي اول مره يلتحق بنا باش يتوصل بجميع الوصفات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.